ازيكم يا صحابي الحلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا نقول مع بعض احاد الصوم بالترتيب. الحد الاول حد الكنوز، والحد التاني حد التجربة. فاكرينه اللي حكيت لكم حكايته المرة اللي فاتت، وهسيبها لكم في حرف الآية اللي هيظهر دلوقتي علشان اللي ما سمعهاش يروح ويسمعها. والحد التالت اسمه حد الابن الضال او الابن الشاطر، وهو ده اللي هحكي حكايته النهارده، وهنلاقيها في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا في الإصحاح 15. تعالوا نبتدي الحكاية مع بعض. كان في أب غني جدا جدا، وكان عنده ولدين، ابن كبير وابن صغير. وكان الأب بيحب أولاده الاتنين قوي، وهم كمان كانوا بيحبوا باباهم جدا. وفي يوم جه الابن الصغير وقال لباباه: يا بابا، انت غني جدا وعندك فلوس كتير، وانا عايزك تديني نصيبي من الفلوس اللي عندك. وطبعا علشان الاب بيحب اولاده، راح قسم الفلوس اللي عنده بين اولاده الاتنين، وكل واحد منهم اخد نصيبه من فلوس باباه. وبعد كام يوم قليلين الابن الصغير راح لم هدومه وكل حاجته، واخد الفلوس اللي باباه اداهاله وسافر بلد تانية، بلد بعيدة عن البلد اللي عايش فيها باباه. وهناك في البلد البعيدة دي اتعرف على أصحاب وحشين، كانوا بيعملوا تصرفات كتير وحشة وغلط، وهو كمان بقى زيهم وعمل حاجات كتير وحشة، وكان بيسمع كلامهم الغلط. وكمان صرف هو وأصحابه الوحشين كل الفلوس اللي كانت معاه، صرفوها على الحاجات الغلط اللي كانوا بيعملوها. وبعد ما فلوسه كلها خلصت، أصحابه سابوه ومشيوا، ومرضوش يقعدوا معاه ولا يعرفوه تاني خالص، ولقي نفسه لوحده، لا عنده أصحاب ولا معاه فلوس. وكمان حصل في البلد اللي هو كان عايش فيها مجاعة. مجاعة يعني جوع شديد، وما كانش لاقي ياكل، وهدومه اتوسخت واتقطعت، وكمان الجزمة بتاعته اتقطعت، وبقى ماشي حفيان، وما كانش معاه أي فلوس يشتري أكل أو هدوم، ولا لاقي حتى مكان ينام فيه، وكانت حياته وحشة خالص خالص. وعلشان كده قال أنا لازم أروح واشتغل. وفعلا راح عند واحد من أهل البلد اللي هو فيها، وقال له: لو سمحت شغلني عندك، لأني أنا مش لاقي أكل، وما عنديش بيت أنام فيه، ومش معايا فلوس أشتري أي حاجة. فالراجل ده كان عنده أرض بيزرعها وبيربي فيها خنازير، فقال له: أنا هشغلك عندي تربي الخنازير بتاعتي وتأكلها، تأكلها كويس وتاخد بالك منها. وفعلا الابن الصغير فضل عايش مع الخنازير، يأكلها وياخد باله منها، وهو كان بيقعد جعان ويفضل يبص كده على الخنازير وهي بتاكل الأكل بتاعها اللي هو اسمه الخرنوب، وكان بيبقى نفسه ياخد واحدة منها. لكن الراجل صاحب الخنازير ما كانش بيرضى يديله غير أكل قليل خالص، وكان بيفضل الابن الصغير قاعد على طول جعان. وفي يوم والابن الصغير قاعد مع الخنازير، فكر كده وقال لنفسه: هو أنا إيه اللي يخليني أعيش هنا مع الخنازير؟ الخنازير دي ريحتها وحشة، وكمان أنا قاعد جعان ومش لاقي حاجة كلها. ده أنا أبويا غني جدا ومشغل عنده ناس كتير قوي، وبيعاملهم كويس قوي قوي، وبيديهم أكل كتير وبياكلوا وبيشبعوا، وكمان بيفيد منهم الأكل، ومرتاحين خالص معاه. وانا قاعد هنا بردان وجعان ومش لاقي اكل وحياتي وحشة خالص. انا هرجع لابويا واقول له: سامحني يا بابا، انا اسف، انا غلطان، انا عارف اني مستاهلش اكون ابنك، بس اقبلني ورجعني اعيش معاك تاني، حتى لو ممكن ترضى تشغلني خدام عندك. وقام الابن الصغير وساب الخنازير ومشي علشان يرجع لباباه، وراح البلد اللي كان عايش فيها مع باباه. وأول لما قرب يوصل للبلد اللي كان باباه قاعد فيها، لقى إن باباه مستنيه عند أول البلد. وأول لما الأب شاف ابنه جاي من بعيد، جري عليه بسرعة وأخده في حضنه وقال له: ابني حبيبي، أنا كل يوم كنت بقعد أستناك ترجع لي تاني. وابنه الصغير قال له: سامحني يا بابا، أنا غلطت وعملت حاجات كتير وحشة تزعل ربنا وتزعلك، أنا وحش وما استاهلش أكون ابنك، لو ممكن تقبل تشغلني خدام عندك. لكن الأب كان فرحان جدا برجوع ابنه تاني ليه، وسامحه على طول،
ونادى على الخدامين وقال لهم هاتوا لابني أحسن لبس يكون جديد، وكمان لبسوه خاتم في ايده وجزمة في رجله، وكمان قال لهم يعملوا حفلة كبيرة خالص ويجيبوا فيها عجل كبير ويعملوا كل اللحمة بتاعته علشان الناس كلها تاكل وتفرح معاه بان ابنه الصغير رجع يعيش معاه تاني. ولما الابن الكبير رجع البيت ولقى فيه حفلة كبيرة معمولة وفي ناس كتير موجودة، سأل واحد من الخدامين وقال له هو في ايه؟ عاملين الحفلة دي ليه؟ فقال له الحفلة دي علشان أخوك الصغير رجع. فالابن الكبير لما عرف إن أخوه الصغير رجع زعل ومرضيش يدخل البيت ولا يحضر الحفلة. فالأب لما عرف إن ابنه الكبير زعلان ومش راضي يدخل يحضر الحفلة راح له وقال له تعالى يا ابني ادخل وافرح معانا علشان أخوك الصغير رجع. لكن الابن الكبير قال له ازاي يا بابا تسامحه؟ ده عمل حاجات كتير غلط وكمان ضيع الفلوس بتاعتك في الحاجات الوحشة اللي عملها. لكن الأب قال له انت لازم تفرح لأن أخوك عرف انه كان غلطان ورجع عن الغلط اللي كان بيعمله ورجع يعيش معايا تاني. وبكده يا أصحابي حكايتنا خلصت، والحكاية دي بنعرف منها ان اللي ما يعملش حاجات غلط طبعا يبقى شاطر، بس كمان اللي يعمل حاجة غلط وبعد كده يبطل الغلط ده ويرجع ويبقى كويس هو كمان يبقى شاطر جدا زي ما الابن الشاطر عمل في حكاية النهاردة. تعالوا بقى يا أصحابي نحفظ الآية مع بعض. والآية بتقول إيه؟ أقوم وأذهب إلى أبي. لوقا 15-18. اللي قال الآية دي هو الابن الضال. قال إيه؟ أقوم وأذهب إلى أبي. تعالوا نقولها مرة كمان. أقوم وأذهب إلى أبي. تعالوا نقول آخر مرة. أقوم وأذهب إلى أبي. لوقا 15-18. باي باي يا أصحابي الحلوين.